تخيلوا كده انكم ممكن تاكلوا البيتزا دي وما تدفعوش اكتر من 100 جنيه. البيتزا دي بقى هتلاقوها في كوجينو، مطعم ايطالي موجود في زايد. هتحسوا ان في ارت في كل ركن في المكان، تقريبا مفيش جزء كده مش هتحبوا تتصوروا فيه. واصلا المكان نفسه فيه قعدات اندور واوت دور، بس في الشتاء بقى مفيش احلى من ان نقعد اوت دور تحت الشمس وناكل الاكل الايطالي الخطير بتاعهم. جربت عندهم كذا حاجه، بس هم بصراحه بيعملوا احلى باستا ممكن تدوقوها في حياتكم. باستا بصوص البافلو والبلو تشيز، طعمها رهيب، وكمان بينزل معاها فرايد تشيكن مقرمشه كده وخطيره. وكمان جربت الساندوتش ده وبالنسبه لي كان ساندوتش هادي كده، فرايد تشيكن بالموتزاريلا وبينزل معاه فرايز، بس الساندوتش نفسه كان كبير ومليان كده وبيشبع قوي. بس دي بقى كانت احلى حاجه نجربها هناك، بيتزا فاميلي 50 سم تكفي من 4 ل 6 افراد على الاقل، وهي اصلا سعرها 450 جنيه، يعني كل واحد فيكم اكيد هيدفع اقل من 100 جنيه. وممكن تطلبوها زي ما انا عملت، ان كل سلايس بتوبنج مختلف. انا اخترت مارجريتا وبيبروني وبافلو تشيكن وهواي. وبصوا اصلا سلايز البيتزا كبير قوي، اكبر من وشي، وحرفيا لو كلتوا سلايز واحده بتشبع جدا. واكتر واحده بقى عجبتني هي هواي، علشان بيبقى فيها قطع اناناس. والاكيد بقى ان ما كانش ينفع نفوت القعده بالليل عندهم، يعني ميوزك هاديه وتشربوا حاجه سخنه. وانصحكم بقى قوي تجربوا الفرنش توست بتاعهم علشان خطير. وبصراحه كوجينو نقدر نقول عليه ان هو مكان بيرفكتو، قعدته لذيذه واسعاره كمان حلوه.